العقلية التجارية خويا، العقلية التجارية هي اللي غادي تبان لك في أبهى تجلياتها في عائلة طه إسو. هذه خت طه إسو اختو الصغيرة كتفتح دابا شي غوستوغو، المهم شي مشروع ديالها كتحلو دابا. مشات قرات عليه، جات غادي تبداه، قدامها فيه واقفة على المشروع ديالها بيديها. الاغلبيه ديال التعليق شفتهم كيقول لك لا راه كاينين الفلوس، كاين راس المال. كاين الفلوس وكاين راس المال. واحد اخر في بلاصه، واحد اخر قل منها كاع، با عنده قهوه ولا عنده شي راس المال بسيط. المهم كاينين الفلوس، ما كاينش علاش اخر ما كيكونش فيها داك الطموح، ما ينوضش يدير شي حاجه لراسو، ما يقراش. هي راه مشات قرات في بريطانيا ومشات دارت التكوين، قرات على المشروع ديالها باش ينجح ليها. واحد اخر في بلاصتها راه بارك عليه، بقى تسنى الوارث، بارك عليه هذاك لاغجون بوش اللي كيشد، غادي ينعس حتى لواحد الوقت ينوض يدي الفلوس كاينين، ما صافي السقف ديال الطموحات ديالو محدود، ما يبقاش يقلب هو يدير شي حاجه لراسو. هي لا، العائله ديالهم كاملين عالي داير المشروع ديالو، طه هو من كل واحد فيهم كان الطموح، كل واحد فيهم واخا كاينين الفلوس باغي يدير شي حاجه ديالو. كاين الفلوس اللي داير شي حاجه ديالو بقى غادي بها. كاين اللي كيقول لك الاغلبيه شفتهم في التعليق كيقول لك لا راه راس المال هو كلشي، الفلوس هما لقاو الفلوس. اوكي واخا تلقى الفلوس راه لا ما عرفتيش تحافظ عليهم ما يبقاوش لك، يكون عندك ضغط. هما ما اختاروش هذاك الطريق ديال كاينين بزاف كتلقى عندهم الفلوس كيتجه المخدرات والزهو ديال الدنيا، الملذات كيبقى مقابل القهاوي والرفاهيه. هما لا، الطموح راه الفلوس، راس المال ديال الفلوس راه تقدر تسلفو، تقدر تخدم عليه وديرو، ولكن راه الطموح ما تقدرش تسلفو. الطموح ما تقدرش تسلفو. تقدر تشوف شي واحد عنده راس المال، الا عندك الطموح تقدر تشوف واحد عنده راس المال راس المال تقدر تدبر عليه. ما الطموح لا، هذيك هي العقليه التجاريه ديال بصح والتواضع والاخلاق. هذوك الناس بوحدهم، حيت الا جيتي كتقول لي لا هما لقاو ملعقه من ذهب، وهذاك جدهم اصلا ما لقاش من ذهب. هذاك رحال الاول اللي بدا من زيرو، كلشي كيعرف القصه ديالو، اللي ما كيعرفهاش يقلب عليها، بدا من زيرو. ربا خلى ليهم راس المال صحيح، ماشي راس المال ديال الفلوس، خلى ليهم راس المال ديال باللي راه تقدر تبدا من زيرو، ديال الاخلاق، ديال خلى لهم هذاك هو راس المال الحقيقي. راس المال الحقيقي هو الطموح، هو الاخلاق المزيانه، هي التربيه المزيانه. هذاك الشيء هو اللي خصو يتعلموا بنادم، ما يبقاش هذيك الاستسلام والضعف. لا هما لقاو الفلوس، هما لقاو الفلوس، انت ما لقيتيش الفلوس، شنو غتقنع؟ والعادات ديال الناس اصاحبي الرزق الا كنتي كتقلب عليه راه غادي تلقاه، فهمتي؟ الرزق بحال دابا كل واحد عنده رزقه في هذه الدنيا، ربي فرق الارزاق، فهمتي؟ الا كنتي كتحرك راه غادي تلاقى معاه. الا كنتي كتحرك ضروري غتلاقى معاه في شي بلاصه، ما كنتيش كتحرك راه فين غادي ما غايجيش عندك يا صاحبي. خصوصا الا كان فيك هذيك العقليه الانهزاميه في الكومونتيرات اللي دار شي حاجه كتبخسها. لا راه هما لقاو الفلوس، هي لقات الفلوس ومشات كتقرا، ما مشاتش ما اختارتش كما كيديروا شحال من وحدين هما هاد المؤثرين، كيبقى مقابل لك غير رفاهيه. كيفاش نقول السطوريات ديالهم ما تلقاش فيهم هذا الشيء، كيمشيو لك كيخدموا على راسهم. مشات قرات في بريطانيا، دات التكوينات ديالها، هذوك الفلوس اللي عندها ما استغلاتهم باش تبني راسها، باش تنمي الذات ديالها. هي راه كيبان لكم بحال دابا كون كانوا من هذاك النوع اللي كيبغي يعيش غير الرفاهيه، هذوك الفلوس ما يوصلوش لهم حدهم، غادي يخليهم لهم جدو، خلاهم مثلا البنطه الولدو
كون ما كانش مكافح فهمتيني كيفاش، كون ما كانش مكافح راه كنطب فيهم، كون كان زهواني والرفاهيه وكذا كنطب فيهم ما يوصلهمش لطه. دابا هو وصل جدهم خلاهم البين طه عاوتاني خدمهم فهمتي، طورهم كبرهم، غيخليهم لطه وعالي والخوت. الدراري عاوتاني غيخدموا غادي يربيو كيورثوا ولادهم راس المال ديال الفلوس وراس المال ديال المبادئ والطريقه باش تخدم عليهم. عرفتي باش توقف على شغلك راه الفلوس راه ما ساهلاش، واخا يكون ملي كيكونوا عندك المشاريع راه ما ساهلينش. ماشي عندك المشاريع كيصور لهم دابا هاد القضيه ديال غير يكون عندك المشاريع كتنعس، لا يكون عندك ضغط. الخدامه درتي مع الخدام 8 السوايع تخلصوا كيخدم 8 السوايع ديالو كيمشي، انت لا فهمتي. انت خصك تحمل المسؤوليه بالليل وبالنهار. وقعت شي حاجه بالليل راه انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالها، وقعت شي حاجه من مورا كيمشي ولا خدام انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالها. انت اللي خصك تحل شي مشكل الا كان انت كيكون عندك ضغط. ما ساهلاش تحافظ على المشاريع ديالك وتحافظ على الثروه ملي كتوصل كاع للثروه. الله يسهل عليهم والله يزيدهم. وهذا كنفتخروا بهم حنا المغاربه، خصنا نفتخروا بحال هذوك العائلات اللي كيبارطاجيو معاك. راه شفتوا كيفاش كيهضر مع شي واحد الا تلاقى مع شي واحد، شتي التواضع ديال طه، شتي ديال علي وديالهم كاملين. هذاك هو الغني الحقيقي، الغنى ديال الاخلاق والغنى ديال المبادئ. وكبارطاجي معاك كيفاش ما كاينش واقيلا شي قليل، ما كاينش بعدا في المغرب ما كاينش شي تاري كيبارطاجي معاك الحياه ديالو من كلشي، من جميع الجوانب، من الخدمه، من وسط الدار، من كيفاش كيعيشوه. الله يسهل على الجميع.